بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحاف تركم البنات، نرجع الآن للجزء الثاني تاع حكايتنا، حكاية فاتحة. قال لي شوفي انتي راكي رايحة تتزوجي ببابا. هنا عرفت بلي هذا السيد يكون وليد اللي راح خاطبني. قال لي باه تخمي تدي فتاة من الورد ولا يدير لك دار في اسمك غير نساي. قلت له انا واش درت لك يا اخي؟ مازال حتى ما دخلتش لداركم، عليه تقول لي في هذا الكلام؟ قال لي وكون يموت بابا يسموك الطري من تما ما نشوفش خليقتك، ونعرفك عندك من بابا 100 طفل. عرفت الحالة ما تعجبش، هذا غير واحد من الربعة داير هكا، مال الثلاثة الاخرين كيفاه؟ قال لي المهم راني هدرت معاك وفهمتك صوالح بابا ودراهمو لما ولينا وبس. انتي راكي راح تكوني زيادة وخلاص، تخدمي ما ومن بعد تكمل الصلاحية تاعك ترجعي لداركم. قلت له اسمع نقول لك حاجة زينة، انا مانيش قاعدة هكا وصايي، حتى راني جاية ندخل عليكم، انتوما اللي جيتوا وخطبتوني وانتوما اللي حوستوا عليا. سمعت ولا لا؟ وكون جيت راجل ما تجيش تهدر معايا هكا، انا مرأة وولية تحقرني. كون جيت راجل، كون رحت حكيت مع خاوتي ولا خفتهم كي عادوا رجلة عليك وسبوعة عليك ياكلوك. تبكش المخلوق وقلت له باباك ديروا اصبع على راسك بيك بمك، ما خصنيش، وروح ليهم انت وقول لهم انت واش درت، وانت اللي تقول لهم باللي انا بطلت. وعيطت لخويا وقلت له ارواح السيد اللي كان راح يكون ربيبي او هنا، وشوف واش قال لي. قال لي درك نجي ونتفاهم معاه ولا يغلي. والسيد خونا اعطى الريح لرجليه. ما جيت نكمل الحكايه لخويا ما لقيتوش. كي وصل لخويا حكيت له وخبرته. خويا زعف، قال لي كيفاه يجي ليك ويقول لك هكا؟ كون جالينا حنا الرجال. قلت له خاف مسكين، اخواتاتي حنوناتي، باباك وخاوتك هما سندك، اللي ما عندهاش باباها ويتيمة اللي جاي يتحكم فيها وفي صوالحها، واللي ما عندهاش خاوتها يبغيو يحقروها. كاين اللي تقولك انا باباها واش دار لي ولا خوياها واش دار لي، كاين اللي خاوتهم جابدين وجافيين وما على بالهمش بخواتاتهم، بصح في وقت الصح والله يبانوا ويديه النيف عليك، وبالك وتغلطوا. خوك لا يغرك صاحبك. لا علينا ولينا للدار، وانا جاتني على 16 واي وحده فيكم كانت في بلاصتي رايحه تبطل. درك انتي الدار مازال ما دخلتي لهاش وجايين يهددوا فيك. قلت للدار نبطل، وخواتاتي راحوا للشيخ هذاك اللي كان خاطبني وقالوا له خلاص، وتفركتت الحاله، وهما بقاو يسيو في زهورهم معايا، وانا شديت في رايي، ومام خاوتي رفضوا، وقررت ندخل المدرسة حفظ القرآن مع اختي سعدية. ما كانش عندها اشكال، لكن خويا رفض، قال لنا ما كانش خرجه، هذا من نيته. قلت له ما همش رايحين يروحوا كل يوم، يومين في السمانة برك، بالثلاثة العشية وبالسبت ما فيها والو. السيد شد في رايو، كي كترنا عليه واش قال في ميزكم، قال لنا اسمعوا، ماشي نتوما تروحوا تدوروا برا وانا مرتي تخدم عليكم وتتقرصن على البقرات. هذا عبد القادر راه يقول هكا، قالوا لنا نتوما تروحوا والشغل اللي يرجع على مرتي. بيناتنا هذه هضره تاع رجاله، باينه الهضره تاع نساء والتنقيز من تحتها. بصح هي ضربت النح وما قالت والو، لا طابت لا تحرقت. وهذا النوع اخطر نساء العالم، وعرفوا باللي من تحته تقوم الحرب ولا باقار في الدار، وما يخلي حتى دليل ولا اثر من وراه، وما تقدروش تدابزوها ولا تتقابدوا معاها لانه ما خرجتش للعيب وما رايحاش تخرج. تنقز عبد القادر وعبد القادر يقابدنا، وبطبيعة الحال احنا ماناش رايحين نخسروا ولا نعيبوا خونا. ومرته والله العلي العظيم ما دير حتى حاجة. كنت انا المحقورة في الدار، من الكوزينة ما نخرج، عجينانا طيابانا تسيقانا، ودايما انا اللي نبكر. وما كانت تضل مع سعدية تقابض فيها، تقولها علاه ديري هكا الفاتحة وخدمي بالعدل. وكانت خلصتي العمشة اللي نروح ونرفدوها مع ما تديها لي، وتقولي اللي تبغيها انا نشريها لك. وانا كنت ساكتة وصابرة ودايما دايرة بين عينيا ان اختي، ومهما يكون ما نقدرش نعايبها، ونخلي مرت خويا تستشفى فيها. ونقولها لكم بصراحة الحق يتقال، اختي سعدية وكنت محقورة معاها في الدار، شغل الدار كامل عليا انا.
وكانت اختي سعدية فيها طبيعة تحب تتحكم، والمفاتح تاع الشنابر كامل عندها وتاع البلاكارات والخزاين، وهذا الشيء اي وحده فينا ما تقبلوش، حتى مرت خويا. وما كانش اللي تبغي مراه تتفرعن عليها ولا تتحكم فيها. هذا الشيء اللي كانت اختي سعدية مقصرة فيه، وعندها حاجة واحدة ديرها، تمسح الغبرة وتسيق الطوالات والدوش حاشاكم، نقطة انتهى. ومرت خويا تنوض تتكسل، ووقت اللي تحب عندها شومبرتها برك تتسيق، تلقاني مطيبة تنوض تاكل وتغسل لمان على حساب قسطوها. إذا كان في قسطوها تغسل لمان، ما كانتش في قسطوها ما تغسلش وتدخل شومبرتها وتقفل عليها وتلعبها لاهية مع التربية تاع الولاد. لا علينا، ما قالت له مادام نيحية أنا نتحكم في بناتي، وما هيش حاجة ما هيش معقولة، به ترفضها انت وقدرت تقنعوا وتسكتوا. ودخلنا نقراو. كنت الصباح نبكر الفجر نصلي ونعجن وندير لهم القهوة ونغسل لماعن ونخمل ونستيكي كلش إذا كان نهار السبت، ونروح الصباح. وإذا بالثلاثة العشية نفس الشيء، حتى ندير الفطور ونخمل الكوزينة ونروحو. شوية شوية ولاو ينوضوا المشاكل، لأنه الطريقة تاعها ما نجحتش. تنقز عبد القادر باه يهدر عليها، وهي قاطعة الحس، وعبد القادر احنا ما نعيبوهش، وزيد ما تقدر تقنعو وتسكتو. صافي تعيي في روحها في باطل، الدور باه تلقى سبة وتتقابض عليها. قالت لنا مادام انتوما راكم تقراو دخلوا خديجة معايا في شغل الدار ونولي ندير معاها الدالة. درك نتوما شفتوا وحدة مريضة مسكينة تدخل في شغل الدار، وحدة خواتاتها وتخاف منهم وما تحكيش معاهم بزاف، تدخل في الشغل. لهنا نضت لي هما قالت لها اسمعي، انا خديجة مريضة ومن بكري جابدة علينا ومريحة وحدها، انا امها وما تقبلنيش، فما بالك تدخليها في الدالة وتنوض. انا ما نخدمش على البقرات وراهي مرا بسلامتها وبصحتها. وعلى هذا الشيء راحت غضبت في دارهم. قالت مال خويا ونعرفها تقعد قاع التم، والله يسهل عليها، ماناش مخسرين معاها. كيفاش طفلة مسكينة مرفوعة عليها القلم وتهيب الناس باغية تخدمها. وزيد فاتحة وسعدية راهم يخدموا في حقها. خطبت ايامات ومن بعد ما خرجتش عليها عاودت ولات، وكالعادة تفعلها الأم وفهمتها بالهداوة والعقلية وكالمات الحالة. بصح الوقت ولات خطرة على خطرة تنوض لنا مشكلة، ودايما ما تسكتها وتوقف لنا في كتافنا. والأكثرية كانت تتقابض مع سعدية. سعدية فيها طبيعة كما قلت لكم، هي تتصرف في الدار، وما موكلت لها هذه الخدمة. مثلا الصالو كي تنقيه تبلعو وتدير المفتاح في جيبها، على جال باش يبقى نقي وما يعفسوش فيه ولاد اختي وخويا. هذه داوسو عليها. هي كي نشوفو سعدية عندها الحق، باسكو تعرفوا الدراري في السدو. وبطريقة سعدية جامي جا عندنا ضيف ولقى الدعوة مقلبة، كي تقابلوا جا الحق مع سعدية. وتاني قالت لها ما تقفليش البلاكار تاع الفراش والقش، علاه وكيفاه. قالت لها فيه الفراش وفيه كواغط بابا وماما لازم نقفلو، هادو صوالحنا يا اخي، ما قفلتلكش على شومبرتك باه ديري الحرب. وهنا الحق مع سعدية تاني. الحاجة اللي تخسر فيها سعدية هي كي تشوف مرت خويا لبست بيجامة تاع سروال تولي تقولها استري روحك، وما هيش لبسة هذه قدام وليد عمي، رغم انه كامل المشاكل اللي تخلقهم بصح الحق يتقال. لبستها محتشمة ومستورة، تلبس بيجامة تاع سروال مي تركواتهم طوال وما هيش مفتوحة. وزيد وليد عمي اسماعيل يدخل من الليل لليل يلقاهم راقدين، نحس سعدية غيرة منها وينوضوا متفاتنين في الدار ودايما الحس والعياط. كنت نسيي نجبد روحي الماكسيموم عليها باه ما نربحش عيبها. لحد هاد النقطة ما لحقتنيش وأنا ما لحقتهاش. لا علينا، لواحد النهار تقابلوا كالعادة على أتفه حاجة، ولا هنا مرت خويا ولات تعاير فينا بصيغة الجمع، وقالت الكلمة اللي تخوض القلب: البايرات كون جيتو نسا كون تزوجتو كيما للاياتكم ودرتو الديار، ماشي قاعدين تعسو فيا وحاطين معايا. المهم ما خلاتش، راحت ليها ما مسكينة من همنا ظهرها تقسم وكبرت وخطرة على خطرة تطيح. قلت لها اسمعي يا بنتي، انا بناتي اذا باروا راهم في دار باباهم وراهم تحت جناحي،
مادام نيحيه ما نسمحلكش تعايريهم، هذا مكتوب ربي. وزيد انتي تقابلتي مع سعديه، فاتحه عليه جبدتيها وعليه عايرتي بصيغه الجمع، علاه كش ما سمعتي على فاتحه؟ قالت لها لا لا، ما بيني وما بينها والو، انا الغوله تاع سعديه ما نتفاهمش معاها. وبقاو متهادرين، وما تصلح وتهدي في الحاله قبل ما يجي خويا ويسمع. شوفوا الام كانت تسرى الحرب في غيابه، كي يجي تقول لها ما تصدعيلوش راسو بتقابيدكم، يجي عيان من خدمته. دارت على رايها ايامات، ومن بعد ولات تخبروا. وصل لوين حب يضرب سعديه وعايرها بالبايره، ومرتي للاكم وما مسكينه دايما في الوسط تسلك بيناتهم. كي لحقنا لهاد النقطه قلت يجيني طلاب نقبل به، المهم نخرج من هذه الدار. كي ولينا عبء في دار بابانا، قلت لاختي يامنه دبري لي راجل اللي جا. قالت لي نقول لراجلي، واذا قابلوا كاش واحد راني نقول لك. وكما كان الحال لقى شيخ كبير عنده ولادو ومرتو ميته، جا شافني وعجبته وقبل بيا، وما معنى قبلت. قلت كيما جات تجي نروح نستر وندير حتى طفل ولا طفله قبل ما تطفر ونكبر. اخطبني، شريت شويه عبايات وصاي، وانا نستنى في العرس ونستنى في العقد. السيد قال لك ما نعقدش، علاه؟ هكا وخلاص، بالفاتحه والسلام عليكم، صافي قدام الناس مرتك، وفي القانون لا. كي زيروه خاوتي في ميسكم وش قال لهم؟ خرج ياكل في دراهم الحرام، تعواه في ميسكم. درك هذا السيد خادم في فرنسا، ويعطيولو الدراهم يسلكوه على مرتو الاولى، ويسلكوه مليح عليها، ومديكلاري بيها عندهم انه مرتو، وباعت لهم عقد الزواج. هي مرتو كي ماتت ما ديكلاراش بيها باللي ماتت، وما بعت لهم شهادة الوفاة، وبقى يسلك عليها، وكون يعقد معايا انا تروح له هذاك السلاك. وعندهم القانون المرة الثانية ماهوش معترف بها ولا عفسه كيما هكا، وتروح له السلاك تاعها تاع المرة الاولى. قلت له انا يا تسمى كي ما كانش العقد ما درنا والو، صح نريسكي بعمري ونخرج من دارنا، بصح ماشي في حالة كيما هكا. كون يقدر ربي ونورد صافي ما يديروش على اسمه ويولي خارج اطار الزواج ونظلم الطفل معايا. قلت له اسمع، نورمالمو هذه الهضره تنقال في الاول ماشي حتى لدرك، وزيد ما نديش راجل ما يخافش من ربي وياكل في الحرام، زوج دورو وما راح يديروا لك والو، واخرتها حفره. وقررت نفسخ الخطبه، يجيب ربي شهور موراها والسيد نكشف، وعشاو حاكمين عليه بالحبس ويخلص الدراهم كامل اللي كلاهم على كبرو، الله يسهل عليه. المهم رجعت حليمة لعادتها القديمة، العياط والحس والمشاكل مع خويا ومرتو. بصح ما كانت تسلك في كل مرة وتهدن الحالة. المهم اختي سعدية كانوا يتقدموا لها الرجال ودايما ترفض، وما غير موراها راكي تندمي يا طفلة، نروح انا وندرج من قبالك وتشوفي هدرتي، تقولها مانيش حابة نتزوج وما يعجبونيش، وزيد هكا راني مريحة في دارنا وما راه ضرني والو. المهم قدرنا ربي وحفظنا القرآن وحفظنا أحزاب منه، والحمد لله على النعمة هذه. والمشاكل ولاو يقلوا، لأنه مرت خويا دايما تخرج هي الغلطة، وزيد ما دايما تسكت الحالة. نسيت ما قلت لكمش، عمي انقطع علينا وما ولاش يجي من موت بابا، بصح بناتو ولاو خطرة على خطرة يجيو، والحمد لله متفاهمين معانا. خطرة من الخطرات هذه بنتو هدرت بلا ما تحس، سقساتها ما على عمي غاب حسو، قلت لها بابا راه مع واحد الارض مشتا تاع بكري، غرس نصها خضره وشجر والنص دارو زرع. قالت لها ما وش من ارض يا بنتي؟ يخي الاراضي كامل جايين في الفلاجات وما همش تاع الغريسه، وزيد كاين وحده بصح ماهيش تاع اللي يدير فيها كامل هذا الخير. وبنتو سكتت، قالت لها ما على باليش واقيلا راه كاريها على واحد ولا دايرها شركة مع صاحبه. وناضت وراحت، اما توسوست منها ومن خدايم عمي، عيطت لخويا محمد وقالت له ارواح باسكو هو الكبير وشاطر في هاد الصوالح. قالت له شوف قالها ساهل نجيب لك خبره وش راه يدير كامل. ايامات هكا وجا خويا محمد قالها اما عمي راه داير واحد الارض الله يبارك كبيره بزاف وراه داير فيها كل خير. قلت له ما هيه بصح تاع من؟ قالها تاع جدي. قالت له تاع جدك؟
قال لها هيه كيما راني نقول لك. قالت له بصح مادام تاع جدك نورمالمون تاع الورثه وكامل تسالو فيها ماشي غير هو. قالها الله غالب ما يخافش ربي، كون جاي يخاف ربي ما يديرش هكا. راح ليه خويا محمد وهدر معاه بالهداوه وفهمو. قال له الارض هذيك من حقنا كامل احنا الورثه. قال له كاين انت وبابا مات صافي حنا عندنا حق فيها، ولا يطير وياكل في روحه. خويا محمد كان ذكي، قال له اسمع انا ما نتقابد معاك ما نربح لك العيب. الكوارط يهضروا. قال له بابا كان نيه ودار لك الرزق على اسمك، بصح جدي لا ارضه ورزقه ما همش في اسمك انت وحدك. قال له تقسم الارض بالتعادل وبالعقليه صحه، ما تفهمش بالعقليه ندوروها مع حاكم وقانون، وما عندك ما دير لي، وانا بمعارفي وصوالحي. خويا كان مقاول وعنده صحابه وحبابه وطالعه بيهم ومداصر ناس بزاف ويفهموا في القانون. هنا عمي خاف منه وقال له انا هذيك الارض كامل راني فلحتها وغرستها وراح نقسم معاكم ونعطيكم منها الفايده تاعها. قال له خويا ما تلعبهاش عليا عاقل وتقول نكلخلو كيما كلخت البابا، انا هاد العقليه ما تمشيش معايا. وقال له انا ما تخوفنيش وتلعبها ساجي معايا، نشف لك ريقك في الشروعات وانت اللي تخسر في الاخر. قال له علاه عليك هاد الهضره، انا راني عمك ومستحيل نخمم هكا. طاح عاقل وترانكيل كي لقى خويا محمد عنقود عنب حامض عليه، وبدا خويا يتبع في قصه الورد ويشوف كيفاه يسوي لنا الدار في اسمنا. عمي قسم الارض معانا طبعا، جابوا هذاك اللي يميتر ويقسم وقسموه بالعدل، كانت مغروسه كل خير. وعمي من خلعته ما قالش لخويا عوض لي حق ما غرست الشجر وخسرت على هذيك الارض، وسمح في كلش. ما عليناش، عاود تقدم لي شيخ واحد اخر من عندنا من نفس بلديتنا نسمعوا عليه غير الخير. في الحق هو تقدم لاختي سعديه وهي رفضاته بحكم يجينا للدار عند خويا عبد القادر وتقول له عمي ودايرته فرد من العائله. قلت لها معليش انا نقبل به، المهم نخرج ونتهنى. كي العاده ندارت الخطبه وجاو بناته شافوني امهم ميته، شرطت عليه لهنا برك وقلت له ادفع الشرط قيسك قيس حالك. الوالا كي دفعوا بزاف الشرط وراحوا واش من فايده، كل شي عادي الامور مريقله وبقاو 4 ايام للعرس. عقدنا وكل شي تمام لحد الساعه. الحق وقت العرس عرضنا غير عمي وبناته واختي يامنه ومرت محمد وولاده، ودرنا عشاء خفيف وجاو داوني. كي لحقت للشومبرا نلقاها تصفر، لا مطرح لا فراش، المخده التاليه ما كانش، الشومبرا فارغه. هدرت مع بناته قال لك قشم منا ما ترقد عليه حتى وحده، مخبيين المطارح والفراش في شومبرا وقافلين عليه. قابضت راجلي وقلت له اسمع الشومبرا تتفتح والمطرح ينحط، وش هذا من الاول وريتولي وجوهكم التانيين. طلع السيد خايف من بناته قال لي ساع في بركه فاتحه وما تعمريش راسك وسكتي، درك ينوضوا الحس والعياط في الدار، ساع فيهم وخلاص. والمشكله انا ما جبتش الفراش باسكو كنت كارهه حاجه يسموها الجهاز والزواج. خرجت من هذيك الشومبرا ورحت لبنته قلت لها مدي لي المفتاح نجبد القش علاه نرقد. قالت لي قش ما. قلت لها يا طفله ما يهديكش ربي، امك جتتها ورشات، هذا التبوديع علاه. كي مازلتو حازنين عليها كون ما زوجتوش باباكم، كون قمتو به وحدكم، علاه رحتو تجيبو فيا انا وتغبنوا فيا وتغبنوا في رواحكم. سكتت وحطت راسها ومدت لي المفتاح. هذه بنتو قاعده في الدار ما جاهاش مكتوبها، والتنقيز كامل من تحت خواتاتها المتزوجين يحرشوا فيها ويشيطنوا فيها. قالت لي انا خاطيني اختي الكبيره، قالت لنا قشمنا ما تديه حتى وحده. قلت لها ما تخافيش ما انا ومانيش رايحه نديه، نديباني روحي يامات برك ويسهلها ربي. فتحوا لي هذيك الشومبرا يا ورتيله عناقيد عناقيد، الغبار نايض. قلت درك نلقى الكوفرطات وليكوات الله الله مادام قافلين عليهم. لقيت غير الربوج ابار المطرح اللي قاعد صحيح بيه بالماطله تاعو، اديتهم مع اختي يامنه باسكو جات معايا هذاك النهار ونفطو ومسحتو. هما ما كانوا مدايرين والو، عشاو صاي بينو وبين بناتو، غير بناتو لتما يمشيو ويعرضوا. نقيت الحاله ودخلت المطرح وانا غايضتني عمري على الاخر. عليه تسود سعدي هكا، واش درت في حياتي؟
مي مازال الخيرة فاتحة، مازال ما شفتي والو، هذا غير القليل. فاتت ليلتي معوجة كي حالتي، والقلب تاعي رايح يخرج من الزعاف. الصباح راحت اختي وراجلي قال لها: اسمعي، قولي لامك وخواتاتك الاخرين ما يجيوش، ما خصني حتى واحد، ما رانا مدايرين والو، ومانيش باغي نلم الغاشي عليا. وهو مخنس بالدراهم والشح والتقتير، كيجيو ماليا يفطروا يرحم باباكم، باه رايح يغبنوه على مغرف طعام. قالت له: صحة عمي، وراحت. بقيت انا لتما. بون، هذا السيد ابناته متزوجين كامل ابار وحده، وولادو تاني وخارجين عليه كامل، كل واحد وين ساكن. صافي نبقى غير انا وهو وبنته. درت هكي اختي، درت الدالة معاها ومتفاهمين وكل شي مريكل. زدت قلت لراجلي: مد لي الدراهم نشري الفراش. اعطاني ووليت عايشه الحمد لله، يخرجني وكلش. لقيت مشكل مع بنته، الطفله راهي نورمال، هما يجيو خواتاتها ويروحوا وهي تتقلب عليا وتولي تمعني وتقول في هضرة ودنيها: مرت الاب تبقى مرت الاب وما على باليش، وتبغي دير القرون وتتحكم. ما كنتش نحط معاها، باسكو تعيا وبالدور غير ليا انا، وتلقى روحها وحدها، وانا كنت نفوت لها وما نقابضهاش وما نحيرهاش. وكانوا بناتو كي يحبوا يجيو عند باباهم يتلموا كامل في ضربة واحدة ويجيو، وانا نتحشى في الكوزينة ونطيب ونحط، والجماعة غير عليا ولا معاني. عييت وكرهت. قلت له: اسمع، انا بناتك يجيوني ضياف مرحبا وسهلا بهم على العين والراس، مي يجيو بالوحدة، انا مانيش نقدر لهم. الوحدة عندها 6 ولا 5، ما نفعتهم في ماكلتهم، ما نفعتهم في فراشهم. النهار يتلموا تأمنوني ان نجيب 12 تاع الليل وانا مع لماعن. المشكلة يحوسوا يجمعوا برك، ما يعاونوا ما والو. واذا انتي مرا حلي فمك. وحاشاكم ولادهم صغار يبولوا في الفراش وما يغسلوهش، يلموه الفراش ويروحوا ويخليوه. غسلت خطرتين 3 من بعد خلاص صايي. كي نقول لهم غسلوه راهي الريحه تاع الشياط حاشاكم، تقول لي حطيه فوق الداله في الشمس ينشفوا وحدهم وعاودي طبقيهم وحطيهم على جهه. المره الجايه كي نجي ونرقدوا ولادنا عليهم. وشفتوا الريحه كارثه وصايي. عييت وقلت له: يا يجيو بالوحده، يا اما انا كي يجيو يطلعوا للكوزينه للفوق، بانيين لتحت والفوق، ويطيبوا رواحهم وياكلوا وينقيو موراهم ويروحوا. وهما والو، اذا رقدوا في الفراش يخليوه هكاك. انا نرفد لما عن ما يغسلوهمش، سبحان الله ما قدرت لهمش. دار باباهم على بالي، ماشي هكا، وماشي خطرة ماشي زوج، وندخل على غفلة ونحكمهم يهضروا عليا ونفوت. ناقشت مع باباهم وزيد كان شايف كل شي بعينيه، ومام خوتهم اللي معايا في الدار وجات معايا باسكو مام هي وندرت منهم. قال لهم باباهم: عودوا طيبوا الفوق ورقدوا الفوق، وكي تروحوا كل شي يتنظم وتبقى بلاصتك منقيه. ما خلاولو ما بقاولو، ها راهي تقود فيك من ودنك، ها راهي تحكم فيك. مي هو شد في كلامه وخلعهم، والفهم هذيك العقليه تاع يخاف منهم، وكي ما يقولوه هما كي دار لهم هكا تكمشوا وتخلعوا. ما عليناش، درك المعيشه ولهنا كاينين، وليت نحوس على الدراري، على الاقل ندير طفل ولا طفله معاه. فاتوا شهور وليت نحوس على الحمل، نروح للطبيبه تقول لي ما كانش وكرشك مليحه، دايما نفس الهضره. قالت لي: قولي لراجلك يجي يفوت. قلت له: السيد طار فيا، قال لي: كيفاه هو منا وما نروحش، وعلاه راكي تحوسي على الدراري؟ انا راني شبعت منهم وهكا راني مليح. بديت نتوسوس منه، سير كاينه حاجه. وليت حاطه معاه ومع حوايجه، هو كان بصحته ماهوش مريض، شاد روحه وما عنده لا سكر ما عنده لا طونسيون، ما عنده والو. واحد النهار رحت لقيت في جيبو كاشيات، توسوست لهم. سقسيت بنته جمدت في بلاصتها، قالت لي: ما على باليش، بالك تاع لا قريب، باسكو كانت حكماتو الكحه هادوك الايامات، ما امنتهاش. سقسيته هو قال لي: تعس على برك. كتبت الاسم في الورقه وقلت كي نروح لدارنا راني نقول لبنت محمد تقول لي، باسكو كانت تقرا صيدليه. سقسات لي عليه، قالوا لها هذا يخلي الراجل ما يولدش. صار هكا، صافي تخدم المنكر والحيله. ابلعتها وما بينت لهم والو. لقيتو تاني يدير واحد البرا بالدرقه عليا،
والمشكله ولادو كامل على بالهم. صار هكا، بقيت ساكته وقلت لازم هو يكشف روحه وحده. قررت نقول راني بالحمل. خليتهم حتى تلموا كامل بناتو وجبت السوجي قدامهم، ولاو كامل يتغامزوا ويعضوا في شواربهم. راحوا قالوا له فاتحه راهي بالحمل. ولا هنا السيد الترتق جالية قدامهم. كنت في الكوزينه نشفى. الخاينه الخداعه راك تدخلي الرجاجيل مورايا الخامجه. وانا غير نشوف فيه وما فاهمه والو. قلت له غير الخير ان شاء الله، واش كاين، واش راك تقول؟ وبناتو جاو كامل داروا بيا ويتفرجوا. قلت له واش كاين، واش راك تقول؟ قال لي الحمل هذا منين جا؟ اهضري. قلت له كيفاه منين كيفاه؟ ولا يعرش. السيد سنانو قريب طاحولو في الارض من الزعاف. قلت له كيفاه منين؟ منك. قلت له انا مازلت صغيره وما لحقتش سن الياس، نرفد الكرش عادي كيما ولدت انت هذا العرش انا تاني نولد. ولا انت صاي بطلت ما راكش تولد؟ وهنا بدا يكشف اللغز المخفي. قال لي ايه انا ما نولدش وراني ندير في البرا وناكل الدواء. قلت له علاه تخمم هكا؟ علاه ما صفيتش نيتك معايا ولا تخمم غير في روحك وولادك؟ انا تاني مرا وحابه ندير طفل ولا زوج نتونس بيهم وبه نخلي خليفتي من ورايا. السيد تبكش ما لقى ما يقول. قلت له اسمع انا ما رانيش بالحمل، وقصتك هذه تاع ما راكش باغي تولد وتاكل في الدواء راني كاشفتها صافي لونطو وما بغيتش نبين. نستنى فيك انت وقتها تكشف روحك وحدك. وهاو اليوم بان كلش. قلت له باغي تصفي نيتك وتحبس الدواوات ونولد معاك صحة، ما تحبسوش ربي يجيب لك ونتلقوا. دخلوا بناتو تحت راسو وقالوا له تلقها ونجيبوا لك وحده صغيره وما تحوسش على الاولاد. جروا به الحصيره وطلقني بالتراضي لانه مامانا ما حوستش نقعد معاه. وش من فايده من قعادي عنده كي ما نجيبش طفل ولا زوج وانا مقبله على سن الياس. على الاقل طفل ولا طفله غدوه من غدوه يموت ونعيش راجعه لدارنا، لا دار لا دوار. اتلقت معاه ووليت لدارنا. لقيت الحاله مرنكه كيما العاده، مدابزه وعياط وحس بين سعديه ومرت خويا وخويا عبد القادر. رجعت للروتين من الكوزينه ما نخرج. وزادت اختي خديجه مرضت مسكينه شهور وهي طايحه في الفراش. وليت قايمه بها ولاتيه بها. اما ما نحكي لكمش تاني، ولات طايحه في الفراش السكر طيبها مسكينه. وزيد المشاكل تاوعنا مع مرت خويا تضلت تسلك ورجعت تحكي غير على خويا التوفيق. وليدي راه حي وليدي ما ماتش. حسيناها رايحه تمرض من عقلها. كي زاد عليها الحال هدرت مع مرت خويا واختي وقلت لهم نقصوا شويه وما تبينوش قدامها. ولا خويا محمد خطره على خطره يجي هو ومرتو، وولات ضايقه روحها بزاف تبغي لا فامي يجوها. ورغم انها كانت ما تقطعهمش كامل وتروح ليهم كامل، مي كي طاحت هي ما ولاوش يحوسوا عليها ولا يجيو ليها. سورتو هذاك خوها اللي كانت حالته متأزمة نسى كامل خيرها. كي كبروا ولادو وبناتو وشبعوه. ما عليناش لواحد النهار نضنا الصباح دينا القهوة لما ودار لها خويا البرة على انسولين. ميما ولات دايخة تحسها في عالم آخر. نهضروا معها ما تردش. ناضت دارت كامل على البيوت وفي فمها اسم التوفيق. التوفيق راه جا التوفيق راه عند الباب ورايحة تمشي للباب باه تفتحو. لحقناها اما التوفيق مات وهي تدير لنا بيدها لا راهو حي التوفيق. التوفيق راه حي وتشوف فيا وفي خواتاتي وعينيها فيهم كلمات. هذا الشيء اللي خفتوا منه راه الحق لي من نخليكم دركا. كيما نقولوا واحد راح يموت ورجعت لبلاصتها رقدت كيما الطفل الصغير. كي ولينا نفطنوا فيها لقيناها ماتت. الله يرحمك يا يما، الله يرحمك. ما كانش اللي ما بكاش عليها. ما كانت احسن ام في العالم والله. حنينه على اليتيم واللي ما عندوش يغيضها الفقير. اما اللي ما نساتش اصلها بعد ما دارت عليها الدنيا. بكيت القريب والبعيد. اما للامام تاع الجامع دخلها بها بكفنها وصندوقها وصلى عليها في وسط الجامع امام كامل سكان بلديتنا. موتها تقول نتاع وزير فيها كل الخير. كانت تقول لنا ما تبكوش عليا كي نموت، اللي تبكوها ادعوها لي بالرحمه. راحت اللي كانت تسكت مرت خويا كي تقول لنا البايرات.
راحت اللي كانت تطفي النار تقابيدات ولا باقارات اللي تصرى في الدار، شمعة وطفات، والله باسكو صرا فينا العجب من وراها.